لو حضرتك ما تعرفش، فحب اقول لك ان الجوله اللي فاتت في الدوري الانجليزي الجوله ال 13 كانت جوله دعم المثليين، وبلاش اقول لفظ تاني، خلاص انت كده عرفتهم. المهم يعني اللي بيحصل في الجوله دي، كباتن الفرق بتاعه الدوري بيلبسوا شاره الكابتن عليها قوس قزح كنوع من انواع الدعم للعيال المتنيه دي. مين بقى كابتن ابسويتش تاون؟ ابننا البار، فخر مصر وفخر الوطن العربي كله، سام مرسي. احنا قلنا مثلا سام مرسي هيتحجج ومش هيلعب الماتش، هيقول عنده اصابه او اي سبب تاني عشان يهرب من الموضوع، لكن ابننا غير، لعب الماتش ولبس شرط الكابتن من غير قوس قزح، واخد لي بالك، وتحدى الدوري الانجليزي كله. احنا ابننا جامد قوي، لا مؤاخذه يعني، معلش، ما بيخافش من حاجه وما بيخافش من حد، واللي عنده معزه يلمها. بس انا اللي فاجئني بقى رد نادي ابسويتش تاون على الموضوع، وطلع قال احنا اتفقنا مع سام مرسي واحترمنا قراره عشان معتقداته الدينيه، وسمحنا له ان هو يلعب ومفيش مشكله خالص مع اللي هو عمله. ابننا سام مرسي بيدي دروس في الرجوله والنخوه والتمسك بمبادئ الدين الاسلامي. فخر العرب يا ابني والله، ولا عزاء لبتاع كل الارواح.